أخلى مؤخراً مشروعاً تجريبياً في القدس تم بحسبه إلغاء تسجيل الطلاب للمدارس بحسب منطقة سكناهم. في الحلقة اليوم سنتداول أبعاد تطبيق هذا القانون أو هذا المشروع على البلدات والمدن العربية الفلسطينية في البلاد. لمناقشة الموضوع معنا اليوم في الحلقة المحامي معين عرموش ومدير قسم الدوام المنتظم في بلدية تمرة توفيق حجازي. ضد أو مع؟ محورنا الأول اليوم: إلغاء تسجيل الطلاب للمدارس بحسب منطقة السكن سيحول المدارس لمركز تسويق لأجل البقاء. ضد أو مع؟ معين شو بتقول؟ واضح انه المدارس انا باعتقادي انه المدرسه هي لها الاهميه الكبرى تاعتها، مش بس فقط القضيه التحصيليه، وانما في هناك امور اخرى على المدرسه ان تعطيها او تعلمها للطالب، وهي القيم الاجتماعيه اللي مقبوله على المجتمع تبعه. توفيق، ضد ولا مع؟ وليش؟ أنا طبعا ضد. واضح أنه من خلال الوضع القائم اليوم، إذا نظرنا اليوم للوضع القائم، واضح أن هناك في كثير من الأمور وكثير من المعايير وكثير من المقاييس لا تؤخذ بعين الاعتبار. فإذا جينا قلنا قضية الطالب وصقل شخصية الطالب، واضح أنه حق الطالب كمان، حق الطالب اختيار أو الأهل اختيار المدرسة الأنسب والأفضل. في حين توفيق بيقول إنه إلغاء تسجيل الطلاب بحسب مناطق السكن مش رح يتسبب بخصخصة، وإنما رح يؤدي لأنه المدارس جودة التعليم تبعتها رح تكون أعلى والمعلمين رح يكونوا أكثر مبدعين. معين عم بقول إنه التوجه فعلا لاحقا للرأسمالية ولخصخصة هاي المدارس اللي فيها فعلا الفئة المستضعفة رح تروح بين الإجرين بشكل أو بآخر. بهيك انتهت حلقتنا، ونلتقي فيكم بالحلقة الجاي من ضد أو مع.